كلنا سمعنا جملة إنك لازم توصل لأفضل نسخة من نفسك دي كتير قوي. طب إزاي نبقى كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هقولك ازاي توصل لأفضل نسخة من نفسك. كمل معايا الفيديو للآخر. انت مش أقل من ناس كتيرة قوي وصلت، بس الفكرة إن هما وصلوا لأفضل نسخة من نفسيهم، لكن انت لسه بتهزر مع نفسك. عشان كده لازم توصل لأفضل نسخة منك، ودي مش هتوصلها بالسهل خالص. عشان توصل لأفضل نسخة من نفسك لازم تتعب وتتعذب وتعمل أكتر من اللي لازم تعمله. تخلي عندك أهداف، تهتم بنفسك وبجسمك، تصلي وتكون علاقات وتستثمر في نفسك، وتبعد عن الحاجات اللي بتقلل منك. الحاجة اللي بتخليك مش بتوصل لأفضل نسخة من نفسك هي عاداتك الغلط اللي بتكررها كل يوم. ما عندكش خطة واضحة ولا عارف انت عايز توصل لإيه. بتمل بسرعة وأي حاجة بتبتدي فيها بتسيبها بسرعة. طالما مفيش استمرارية يبقى مفيش نتيجة. اشتغل على نفسك وانت حتى ملكش نفس. حتى لو في يوم ملكش نفس انك تشتغل على نفسك، قوم واعمل حتى تقدم صغير قوي يقربك من هدفك. ولازم تقلل كترة التشتتات اللي حواليك دي عشان تعرف انت عايز ايه. اقعد مع نفسك وسكت الدوشة اللي حواليك عشان تعرف تسمع صوتك الداخلي. ابدأ صلح عاداتك واحدة واحدة. ابدأ بالعادات الصغيرة، اكلك ونومك ووقتك وعلاقاتك. غير كل عاداتك للأحسن. افضل نسخة منك مش هتيجي وسط الفوضى اللي انت عايش فيها دي. خلي عندك اتجاه، ما تمشيش بعشوائية. شوف نفسك بتتقدم كل يوم وبتقرب من هدفك ولا بتبعد. وياريت تخلي الدايرة اللي حواليك ناس ناضجة وناس فاهمة وناس عندها اهداف، وياريت يكون عندهم نفس اهدافك عشان يساعدوك انك تطلع لفوق مش انك تنزل لتحت. ودايما اعرف نفسك. لازم تعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك. في ناس لحد ما تموت مش عارفة هم مين، مش عارفين نفسيهم. لازم تعرف انت مين عشان تعرف ايه اللي ضعيف عندك ومحتاج تقويه. طور نفسك كل يوم، وخلي بالك من كل حاجة بتعملها. اسمع بودكاست، اقرأ كتب، غذي عقلك كل يوم عشان الحاجات دي هتجيب لك نتائج بعدين. واقبل الفشل ده كجزء من الطريق، واعرف انك هتتكسر وهتتعب وهتقع. فلو انت مش هتستحمل الحاجات دي ما تبدأش من الأول. ولو بدأت اوعى تستسلم، وخليك عارف ان اللي بيكمل لآخر الطريق هو اللي بيوصل. عشان توصل لأفضل نسخة من نفسك محتاج وعي. خد القرار دلوقتي والرؤية هتوضح بعدين. وما تقلقش مهما كان مستواك دلوقتي، مجرد ما تبدأ كل حاجة هتتغير. خد القرار انك تعيش حياة حقيقية، مش تبقى عيشها وخلاص. وبكده يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.